مساء الخير عليكم. الحلقة التانية من حلقات السيناريو خطوة بخطوة، الرحلة من الفكرة فالورق ثم السيناريو النهائي. الحلقة اللي فاتت اتكلمنا فيها عن الفكرة وازاي تتكتب، وفي مسافة قد ايه وفي حجم قد ايه. تقدروا ترجعوا للفيديو الموجود في القناة. المرة دي بنتكلم عن المعالجة السينمائية، وناس كتير جدا بتسأل ايه هي المعالجة السينمائية، ايه هي طبيعتها، ازاي بتتكتب، حجمها قد ايه، ايه هي تعريفها بالظبط، وايه الحاجات اللي المفروض تكون موجودة في المعالجة وايه الحاجات اللي مش لازم تكون موجودة في المعالجة. المعالجة السينمائية هي ملخص محكم لفيلمك، مكتوب بالفعل المضارع وبصيغة الغائب. بصيغة الغائب يعني هو راح، هي عملت، هم اتقابلوا، بصيغة الغائب. يعني كأنك انت بتتكلم من بره وبتحكي عن مجموعة احداث ومجموعة حوادث بتحصل في، وانت اللي باصص عليها وانت اللي شايفها وانت اللي بترويها، كأنك بتحكي حكاية. طبعا المعالجة هي تخطيط أولي للفكرة بتاعتك، بزود فيه التفاصيل والمواد والحاجات اللي بتحصل، مع إضافة الصيغة الدرامية شوية، بحيث إن أنا أعمل نوع من أنواع الإثارة للقارئ. لأنه خدوا بالكم إنه المعالجة السينمائية من الحاجات اللي بتقدم لما بكون بقدم الفيلم بتاعي لجهة ما، لجهة إنتاجية يعني. فالمعالجة بتكون من الحاجات اللي أنا بقدمها، فلازم يبقى فيها بعض الإثارة، يبقى فيها بعض الجذب للقارئ، علشان خاطر ان هو ينجذب للعمل ويتحمس ليه. عشان اعمل انا الموضوع دوت، زي ما قلت، بعمل هذا الملخص وما بيكونش فيه حوار. بحاول اجيب كل التفاصيل اللي موجودة في الفيلم، لكن بقولها بشكل مختصر. يعني 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 المفروض ان انا ما اسيبش تفاصيل. يعني في ناس تقول لك لا، احنا ممكن ان احنا نسيب تفاصيل، احنا ممكن ان احنا ن... نختصر، لا ممكن جزء نلغيه خالص ونبقى نبينه بعد كده. لا، الكلام ده مش صحيح، لانه زي ما انا قلت لكم، المعالجة بتبقى عنوان، والجهات الانتاجية يعني في الغالب ما بتحبش انها تقرا السيناريو على بعضه، لانه السيناريو بيبقى طويل. فبيحبوا ان هم يقروا المعالجة السينمائية، فلازم يلاقي فيها كل حاجة. آه، عشان كده انا بحول الكتابة بتاعتي او الفكرة بتاعتي الى صور، الى صور في صورة راوي. راوي ده بيحكي الحكاية. المساحة قد ايه؟ المساحة المفروض مع الفيلم الطبيعي او مع الفيلم العادي اللي هو مدته مثلا ساعتين، المساحة بتبقى من اول صفحتين، وده مختصر المختصر، لغاية 40 صفحة. يعني تقدر من اول صفحتين لحد 40 صفحة. لكن احنا هنقول المتوسط بتاعنا ما بين 20 25 صفحة. دول اللي هم بنسميهم معالجة سينمائية لفيلم مش متوسط الطول، لكن لفيلم معقول، لفيلم موجود في السوق حاليا بشكل احترافي يعني. المعالجة زي ما قلت لك لازم تكون فيها كل الأشياء المتميزة، كل مشاهد الذروة لازم تكون موجودة فيها، كل المشاهد اللي فيها إثارة، أو الأفكار اللي ممكن إنها تشد القارئ ليك.